لاعب شاب هذا الموسم رياض بودبوز، وباستحقاق يتوج أفضل لاعب لعام 2011. ومن والد رياض بودبوز والوالدة أيضا السعود. الحفل الذي دأبت عليه يوميتا الهداف ولوبيتور كان كبيرا كبار الشخصيات الحاضرة، تقدمهم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بالخادم، إضافة إلى ضيف الشرف في هذه الطبعة القائد الأسبق لسكوادرا أزورا إيطاليا فابيو كانافارو. Sono un po' vecchio, ma se volete posso ricominciare. Sono un po' vecchio. En vérité, je sais pas, mais comme j'ai dit, moi, mon objectif, c'est d'être le meilleur sur le terrain. Après, aujourd'hui, j'ai la chance d'être nommé Ballon d'Or et surtout d'avoir la récompense par Monsieur Cannavaro, comme j'ai dit. Donc, c'est un énorme plaisir pour moi et ça me donne encore envie de faire plus, que ce soit avec l'équipe nationale ou avec Sochaux. الحفل لم يقتصر على تكريم واحد، بل تعده إلى تكريم أسماء أخرى سطع نجمها الموسم الماضي، كاختيار عبد الرحمن حشود مفاجأة الموسم، وزميله السابق في الوفاق حسين مدرف اكتشاف المنتخب الجزائري، إضافة إلى هداف البطولة الموسم الماضي العربي هلال السوداني والمنتخب العسكري الذي تألق في سماء ريو دي جانيرو. اليوم كان حفل كبير، حفل كروي، ونهني ونحيي جريدة الهداف ولوبيتور وعلى رأسها نبيل عمرة على هذا النجاح الكبير، وتتويج اللاعب بودبوز اعتقد منطقي، لأن بودبوز يملك إمكانيات كبيرة جدا، لاعب مميز أثبت مستواه في فريق سوشو وأيضا مع المنتخب الوطني الجزائري. نهنيه على هذا التكريم ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. هكذا اختتمت الطبعة 11 للكرة الذهبية باسم رياض بودبوز في انتظار أسماء أخرى.